رحلة العلم والفكر. معكم الدكتور أحمد مستجير مصطفى. أحب اليوم أن أشارككم قصة رحلتي في عالم الوراثة والهندسة الوراثية، وكيف دمجت بين العلم الدقيق والنظرة الإنسانية العميقة لمصير الإنسان. لطالما آمنت أن العلم ليس مجرد تجارب في المختبر، بل هو فكري، رؤية تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. في مسيرتي سعيت للربط بين التراث العلمي العربي والإسلامي وبين أرقى الإنجازات التي وصل إليها العلم الحديث. هذا الربط شكل لي جسرا بين الأجيال وبين القيم القديمة والمعارف الجديدة. ما أراه مثيرا هو كيف أن المعرفة الحديثة ليست انفصالا عن الماضي، بل امتداد له. في عالم البيولوجيا نجد تلاقيا مع القيم الحضارية في بناء مستقبل أخلاقي وعلمي للإنسان. هذه الفكرة غيرت نظرتي للعلم، وأملي أن تصل للجميع. من أهم إنجازاتي تبسيط العلم باللغة العربية بأسلوب أدبي رشيق. لهذا أصبحت كتاباتي جسرا بين الباحثين والمثقفين وكل من يهتم بفهم العلم بطريقة سلسة وجذابة. كان هدفي دائما أن أحيي روح الإنسان في العلم، وأعيد له إنسانيته، وأعطي المثقف رسالته التي تربطه بجذوره. في النهاية، أؤمن أن العلم والثقافة لا يفترقان، بل يكمل كل منهما الآخر، والرحلة مستمرة نحو فهم أعمق لمصير الإنسان من خلال العلم والحكمة معا.